النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل ريل بسيط بس بشكل احترافي ويشد أي عين، من أول تقطيع المشهد وإزاي نعمل الكابشن ونختار البي رول. بعد كده هنخش على الإيديت والساوند ديزاين. إن شاء الله هيكون ليه فيديو لوحده مخصص، وفي الآخر هنشوف النتيجة النهائية وإنت اللي هتحكم. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت الفلوس وهي تدور داخل المخزن. بس هل جاء في بالك مرة من اللي اخترع الاي تي ام وغير مجرى العالم؟ الاسكتلندي جيمس جودفيلو، مخترع الصراف الآلي، واحد من اكثر الرجال المغمورين في التاريخ لانه ما اخذ حقه الين الحين. بعد ما خلصت التوتوريال وبعد ما خلصت كل حاجة قمت جاي مسح بالغلط الفيديو الأصلي والفيديو اللي هو فيه الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هقدم لكم فيديو. أول حاجة بنبدأ بيها وهي تقطيع الفيديو. المفروض الفيديو ده كامل، يعني متصور اللقطة متصورة أكتر من مرة، وأنت بتاخد اللقطة المناسبة أو اللقطة اللي اتقالت بشكل كويس. كده احنا اللقطة دي مناسبة فهناخدها. أهم حاجة الاختصارات اللي انت هتشتغل بيها وانت بتقطع أي فيديو، هو اختصار السي والكيو والدبليو. السي عشان أداة القط، تمام، والكيو عشان تقطع. يعني مثلا انت من هنا بتقطع ناحية الشمال بالكيو، والدبليو انت من اول القطعة بتقطع ناحية اليمين. بس هنا نختار الكيو اكتر حاجة لان احنا ماشيين من اليمين، من الشمال اليمين، فبنقطع لناحية الشمال. فاكتر اختصار هنختاره هو اختيار الكيو. نكمل التقطيع ونرجع لكم تاني. طبعا احنا بعد ما خلصنا القطات واخترنا المشهد المناسب، هنيجي هنا نعلم على كل حاجة. بعد كده نتك كنترول ال بحيث ان احنا نفصل الصوت عن الفيديو الاصلي. بعد كده هنيجي هنا نعلم على ده كله ونتك شيفت دي بحيث ان هو ينعم ما بين الصوت والصوت، بحيث ان انت مثلا ممكن تقول حرف زيادة حرف ناقص، فهو بيظبط لك المنطقة دي. طبعا احنا خلصنا دلوقتي مرحلة التقطيع واختيار اللقطات المناسبة من كل شوت، تمام. بعد كده هندخل على مرحلة الكابشن، وهنا هنرندر الفيديو بأقل بتريت عشان المساحة. وبعد كده هنروح على كاب كات ويب. وفي طريقة تانية بتتعمل بكاب كات بي سي بس دي أسهل يعني. هنا انت بس بتروح تعمل ابلود للفيديو، بعد كده تروح على التكست وتعمل جنريت بالعربي للكابشن. هي ثواني بالظبط وهتلاقي البتاع معمولة. هنا بنظبط مثلا بحيث ان احنا نحط كل كلمتين او كل 3 كلمات في سطر. خلص بنضغط على علامة التحميل دي، بعد كده نحملها بصيغة ال SRT. هتلاقي هنا اتحملت بكل سهولة. هنروح على بريمير هنحطها جوه المشروع، وهنا هندخل على المرحلة التالتة وهي مرحلة الإيديت. وهنا هنروح على برنامج الأفتر إفكت. ومونتاج زي ده ممكن يتعمل على ادوبي بريمير بكل سهولة، بس انا واحد من الناس انا بحب افتر افكت اكتر. كل الافكتات والمؤثرات اللي هتستخدمها هنا هتلاقي زيها في برنامج بريمير، ما عدا بس افكت الكي لايت اللي على الافتر افكت هتلاقي زيه الالترا كي على ادوبي بريمير. ده بس الفرق الوحيد. نبدأ بسم الله. هنا هنبدأ بقى نكتب كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط تكست. نيجي هنا نكتب كلمة خبرني، نعلم عليها ونختار فونت بيوتي ويزر ونعملها كده. ممكن نكبر دي شوية عن طريق ان احنا نتك شيفت وتي، شيفت تي، تمام. هنيجي هنا بوزيشن كي فريم، نطلعه قدام، ننزل شوية ايز نظبط الجراف كده يطلع بالشكل ده. بعد كده نتك على حرف التي واحنا ضاغطين على الشيفت عشان نظبطها مع بعض. كي فريم نطلعه قدام، بعد كده نخلي الاوباسيتي 0، وبرضه نعمل لها ايز نطلع تظهر بالشكل ده كده. هنعمل لها دوبليكيت ونيجي من الأول نحط دي تحت.
ونظبطها بالشكل ده كده ونأخرها شوية. خبرني شو شعورك شو شعورك؟ نيجي هنا برضو نعمل نفس القصة بحيث انها تظهر بشكل كويس. نظبط السكيل شوية تظهر بالشكل ده كده. تمام. نيجي بقى نحط بقى شوية افكتات حلوة كده. هنيجي هنا هنحط افكت الجريدينت رام، وهنظبط الالوان بالشكل ده كده نخليها ابيض. ونيجي هنا نعمل دي هنا ودي نخليها هنا بحيث تظهر بالشكل ده. وهنحط عليها كمان افكت الدروب شادو، نزود الديستانس والسوفتنس. تمام. بعد كده هنحط عليها افكت الديب بلو، نعلم على دي وهنقلل دي كده شوية كده كويس. هنيجي على الافكتات التاني هناخد برضو نفس الافكتات نحطها كده، بس هنغير ده نخليها باللون الأصفر، ودي نخليها أبيض مثلا. وهنظبطها كده بالشكل ده كده، نظبطها بالشكل ده كده. نحط كمان عليها افكت اللايت سويب. هنيجي هنا دي كده نحطها في السنتر، نزود الويدز، نعلي انتنسيتي شوية. هنيجي هنا نعمل كي فريم هنا نحطها في الأول، بعد كده نيجي نرجعها ورا، نطلع قدام، بعد كده تمشي كده بحيث تظهر بالشكل ده كده. نأخرها عن الأوباسيتي عشان تبقى ايه ظاهرة بشكل كويس. هنيجي هنا نعمل قط، وهنيجي هنا نحط بيرول. هنيجي دي نقلل السكيل بتاعها شوية وهنعمل هنا باك جراوند حلوة بحيث البيرول يظهر بشكل كويس. نيجي نعمل سوليد، نقطعها كده، بنقطع يمين بالألت، ألت وحرف الجيم. ألت وحرف الجيم تقطع ناحية الشمال، وألت وحرف الدال تقطع ناحية اليمين. أهو النبي. تسحب الفلوس من الاي تي ام من الاي تي ام انت تسحب الفلوس هنحطها ورا دي كده، نخفي دي بس ثواني. نحط عليها الفور كولر جريدينت وهنظبطها بالشكل ده. وهنيجي مثلا على اللون ده كده نغير اللون كده، واللون ده برضو نعمله مثلا لون بالشكل ده كده. وهنيجي هنا نحط عليها افكت الرافن ايدجز، ونخلي دي على قط، نزود دي مثلا 150، ونخلي البوردر الشارب الشاربنس 10، وهنخلي دي صفر بحيث انها تظهر بالشكل ده. وهنحط افكت الدروب شادو، اوعى دبان قرفني. نزود الديستانس السوفتنس. نيجي هنا نعمل adjustment layer او alt control y، نقطعها. نيجي نحط عليها افكت البلنتن، نحط على الافكت ده نخلي دي 90، ونزود دي كده شوية. هنعمل هنا adjustment layer تانية
هنحطها هنا وهنسميها زوم ان، وهنحط عليها افكت ترانسفورم. هنيجي هنا ونعمل كي فريم على السكيل ونتك حرف اليو، نطلع قدام شوية، نزود السكيل شوية كده. بعد كده هنعمل ايزي ايز ونظبط الجراف بالشكل ده كده. خبرني شو شعورك، خبرني شو شعور. هنيجي هنا ونقطع كنترول حرف الدال ونغير لونها عشان تبقى لون مميز. وهنحط برضو نفس الزوم ان هنا. هنا هنحط ترانزيشن، تك كنترول الت اف، وهنخلي البلند مود اد تظهر بالشكل ده. شعورك وانت تسمع. هنا ممكن نعكس الكي فريم، نجيب دي هنا ودي هنا كده، ونخلي السكيل بتاعها قليل، مش عالي قوي. وهنيجي هنا نعمل نحط الجرين سكرين، نحط هنا الجرين سكرين للفلوس وهي بتتفق. هنحط عليها افكت الكي لايت ونشيل اللون الاخضر نسكيلها. طبعا هنا الفلوس عدت من قدام الشاشة فحبيت اعملها ترانزيشن، نعمل لها كنترول شيفت دي عشان نقطعها، وبعد كده نتك على حرف الاس، نعمل كي فريم ونطلع قدام شوية نسكيلها قوي. شوف الموضوع ماشي ازاي. خبرني شو. نيجي هنا ونيجي نقطع ده كله بحيث انها تكون نهاية الترانزيشن. نشوفها تاني كده. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام. اكيد. نيجي على دول نيجي على دي كده عشان نعمل الكابشن الجديد. نيجي هنا نعلم، نبقى هنا عارفين ان هنا في ترانزيشن، نشوف الكلام اللي بيتقال. اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت. وهنا هيبقى في كابشن بس. خلصنا المشهد ده وندخل على المشهد اللي بعده. هنيجي نحط الفيديو ده هنا كده ونعمل له دوبليكيت، وناخد اللي تحت ده نزود السكيل بتاعه، وهناخد الإفكتات من عند الست دي كده نحطها هنا. وممكن نحط إفكت الليفل ونضلم اللي ورا شوية عشان التركيز يكون على البيرول اللي ورا. وهناخد الادجستمنت دي كده وهنحطها بالشكل ده كده. ومثلا وهنيجي هنا مثلا نكتب رقم معين. بعد كده هنيجي ناخد البريسيت ده وهتلاقيه في ديسكريبشن الفيديو اللي فات. ناخد هنا مثلا نكتب 5000 وهنروح عند السورس تكست وهنغير الاكسبريشن ده للاكسبريشن ده، وهنغير العلامة دي تبقى علامة الدولار اللي هي شيفت ورقم 4. تمام، هنجيبها هنا ونغير الفونت. وهنحط عليها الديب جلو.
نقللها شوية. سلايدر كنترول، هنيجي هنا على دي نخليها 0 بحيث انها تظهر بالشكل. شيل ده، تظهر بالشكل ده كده. ممكن دي نعملها دوبليكيت، نيجي عند البوزيشن ده هنا خليها فوق، ناخد دي كده برضه. بخلي بالك من موضوع الفريم المتكرر ده، وهنخلي الاوباسيتي بتاعتها صغيرة شوية، وهنزود السكيل بتاعها تظهر بالشكل ده كده. خلي دي كده، ممكن نخلي دي اوفرلاي هتظهر بالشكل ده كده. في حياتك صوت الفلوس وهي تدور داخل الماكينة. بس خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت الفلوس وهي تدور داخل الماكينة. بس في حياتك صوت الفلوس وهي تدور داخل الماكينة. بس نيجي من اول هنا، نحط بقى المشهد اللي بعده بالشكل ده. هنيجي هنا ونحط صورة للاي تي ام بالشكل ده كده. نيجي على البوزيشن ننزلها تحت، ايز كده. وهنيجي عند الباك جراوند دي، ناخد واحدة منها وهنجيبها هنا. بس هنا هنعمل حركة تانية، هنا هنعمل سكيل بوزيشن كده، وهنيجي عند الأوباسيتي 100 0، ونعمل له ايه بالشكل ده كده، هتظهر بالشكل ده. بس هل جاء في بالك مرة من اللي اخترع الاي تي ام؟ ممكن السكيل نجيبها هنا بحيث انها اول ما تيجي هنا تظهر بالسكيل ده كده. ممكن ناخد الكلمة دي نجيبها هنا وبرضو الادجستمنت لاير دي هناخدها نحطها هنا بالشكل ده. نشوف الفيديو. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت الفلوس وهي تدور داخل الماكينة. بس هل جاء في بالك مرة من اللي اخترع الاي تي ام وغير؟ بعد كده هنشيل دول، ممكن عشان نعمل ترانزيشن حلو يكون جديد ومتغير شوية عن الفيديو ممكن نحط افكت السي سي بيرن فيل، ونحط هنا كي فريم نطلع قدام شوية، نعكس أنا آسف. لانه ما اخذ حقه الين الحين سنة 1900. تمام، بعد كده هنيجي هنا على الورقة دي نحطها هنا كده، ممكن نحط عليها افكت السي سي بيج تير، وهنحط كي فريم هنا نخليها هنا كده، وهناخد دي كده برا بحيث انها تظهر بالشكل ده. وهنيجي هنا نكتب 1966، وهنغير الفونت نخليها جيوم، نقلل السكيل نخليها باللون الأسود. و هنقطعها من هنا
ممكن برضو نخليها نفس الانيميشن ده، نفس انيميشن كل التكست اللي عندنا. ناخد هنا كوبي، وهنيجي في الاول نحطها بيست، ونغير البوزيشن بتاعها هنا كده. مغمورين في التاريخ لأنه ما أخذ حقه إلين الحين. سنة 1966. ممكن برضو ناخد adjustment layer ونحط الإفكت ده عليها، نفس اللي احنا استخدمناه برضو في المشاهد اللي فاتت، وعشان بس تظهر بشكل كويس. نيجي هنا عند الأوباسيتي 100، وبعد كده نعكس الفريمات. تمام كده. 66 كان جيمس. نجيب صورة لجيمس ده، صورة لجيمس. هنا جيمس، هنعمل الأنكر بوينت في النص هنا، وده كده نحطها هنا وكده. بعد كده هنسكيل، والبوزيشن كي فريم، نطلع قدام ننزل تحت، و opacity برضو بالشكل ده كده، ونظبط الجراف بالشكل ده، هيظهر بالشكل ده كده. 66 كان جيمس يشتغل مهندس. نكتب كلمة مهندس تطوير. كيلفن هيو. نجيب بقى صورة لكيلفن هيوجي دي. تمام. بعد كده طبعا نفس الفيديو هيكون هو إضافة كابشن ومشاهد وبالشكل دون. بس نيجي هنا لحاجة مهمة جدا، وهي ازاي نعمل الهايلايت اللي موجود من تحت. هنيجي هنا نعمل سوليد. تمام. وهنحط على افكت الفاست لوكس فلور، وهنشيل العلامة دي، نزود دي كده، وهنخلي دي على 11 أو 10، وهنحطها تحت كده. ممكن نزود دي شوية أو نقللها شوية بحيث تظهر بالشكل ده كده. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت. ممكن كمان نعمل adjustment layer ونحط عليها effect الجاشن بلور، نزود ده كده، وهنعمل invert. وبعد كده هنيجي على الماست ونزود الفيزر بالشكل ده. وممكن نعمل الفليكر سوليد برضو. نيجي على حرف التي بالالت ونعمل اكسبريشن، خليها ويجل 15,5 - 90. جود فيلو مخترع الصراف الآلي، واحد من أكثر الرجال المغمورين في التاريخ لأنه ما أخذ حقه. سنة 1966 كان جيمس يشتغل مهندس تطوير في شركة كيلفن هيوز في اسكتلندا. وش شعورك وانت تسحب فلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت الفلوس. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت الفلوس وهي تدور داخل الماكينه. بس هل جاء في بالك مره من اللي اخترع الاي تي ام وغير مجرى العالم؟ الاسكتلندي جيمس جودفيلو، مخترع الصراف الآلي، واحد من اكثر الرجال المغمورين في التاريخ لانه ما اخذ حقه الين الحين. سنة 1966 كان جيمس يشتغل مهندس تطوير في شركة كيلفن هيوز في اسكتلندا. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من هيوز في اسكتلندا. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس من الاي تي ام؟ اكيد بتسمع احلى صوت في حياتك، صوت الفلوس وهي تدور داخل الماكينه. بس هل جاء في بالك مره من اللي اخترع الاي تي ام وغير مجرى العالم؟ الاسكتلندي جيمس جودفيلو، مخترع الصراف الآلي، واحد من اكثر الرجال المغمورين في التاريخ لانه ما اخذ حقه الين الحين. سنة 1966 كان جيمس يشتغل مهندس تطوير في شركة كيلفن هيوز في اسكتلندا. خبرني شو شعورك وانت تسحب الفلوس. وفي نهاية الفيديو، لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، وتستنى ان شاء الله الفيديوهات الجديدة. وهيكون ان شاء الله دي اول سلسلة شرح ان شاء الله من مونتاج ريل من الصفر. ده مجرد نوع واحد من انواع فيديوهات الريل، وده ابسطهم.
وإن شاء الله هتلاقي قناة صاحب الفيديو ده موجودة في الوصف.